ازيكم؟ يلا بينا نعمل السبانخ بتركات سهلة هتخليها طعمها جميل جدا. هندخلها الحمص عشان تبقى وجبة غذائية متكاملة وطعمها جميل جدا. لو اولادك مش بيحبوها جربيها بس بالطريقة دي وشوفي الريحة والطعم هيبقوا عاملين ازاي. اول حاجة هبتدي اسلق معايا اللحمة. هاجي في حلة هنزل فيها بحتة سمنة، تمام، والسمنة تسخن قوي وهبتدي انزل باللحمة بتاعتي. انا بديها شطفة سريعة وبتأكد ان هي مفيهاش اي مية، يعني نصفي اللحمة بتاعتنا كويس وننزل بيها على طول على السمنة وهي سخنة. هندي فيها تشويح لحد ما تاخد صدمة كده تغير لون، وابتدي انزل عليها ببصل مكعبات وجزر بقطعه حلقات كده اهوت، وابتدي انزل بفلفل اسود ورق لورا حبهان. هفضل اشوح فيها 5 دقايق كمان وبعد كده انزل بالطماطم بتاعتي. طماطميتين 3 صغيرين بيدوا طعم حلو قوي للشوربه. تمام، انا كل ده تقليب بنزل ليه بالطماطم في الاخر عشان ما تنزلش ميه وعايزه اخد لون ذهبي بالشكل ده. هنا ببتدي انزل بميه مغليه واسيب اللحمه اول ما بتدي تغلي بوطي عليها النار واسيبها تستوي براحتها. وفي الاخر بنظبط حياء الملح لكن ما بحطش ملح في الاول. وباجي هنا بقى في بريم بنزل فيه بحته سمنه حلوه كبيره كده وعليها بصلايه كبيره قوي. تمام، وهبتدي اشوح فيها لحد ما تاخد اللون الذهبي ده. هنا بقى ده حمص طبيخ، انا واخده نص كوبايه غسلاها كويس ونقعها في ميه سخنه 10 دقايق بالظبط. السبانخ بتاعتي حبيت اوريكم ان انا بنقع اي خضروات في خل حوالي ربع ساعه، وبعد كده بغسلها كويس جدا. انا هاخد حبه حبه واقطعهم بالشكل ده. انا كنت عامله حزمتين سبانخ عليهم واحده كزبره، ولو عايزه تحطي مع الكزبره الخضراء شبت لو بتحبي طعمه تمام. وبعد ما اخلص تقطيع السبانخ كلها وعليها حزمة الكزبرة بقلبهم في بعض شوية، وهبتدي ارجع للبصلاية اللي اصفرت معايا دي. هنزل بيها بقى بالسبانخ حبة حبة. عايزة اقول لكم ان الحزمتين كانوا كبار قوي، بس كل ده في الاخر بيبقى حاجة صغيرة خالص، بيبقوا شوية صغيرين. فانا ببتدي انزل بيهم واحدة واحدة، هي بتهبط يعني ما تتخضيش من ان الحزمة كبيرة، لا، بتهبط معايا. فانا ببتدي انزل بيها شوية شوية، هتفضل تنزل في مية وتشربها تاني. فافضل اقلب فيها على نار متوسطه. وده هنا كانت راس توم محترمه كده دقتها، وهبتدي اخد نصها. هنزل بيه امتى؟ بعد ما اشوح كويس والاقي الميه ابتدت تتشرب تاني للسبانخ. يعني انا السبانخ لما بحطها بتبتدي تنزل ميه، واول ما تيجي تشربها اروح نازله عليها بالثوم المدقوق. وهننزل هنا بقى بحمص الطبيخ. انا مش بحب اسلقه عشان ما يتهريش، ولا بحب اسيبه في الميه كتير. تمام، هديله تشويحه واحده بس، وبعد كده هنزل هنا بكوبايتين عصير طماطم او كوبايه ونص زي ما انت حابه. هو المظبوط كوبايتين، بس انا بحب الطماطم قليله شويه فانا كنت حاطه كوبايه ونص. وهنا بقى ابتديت انزل بالشوربه بتاعتي. نزلت بحوالي 3 4 كبشات كبار كده حلوين على نار عاليه. وهنحيق معايا سبانخ بملح وفلفل اسود فقط. حابه تضيفي مكعب مرق زي ما انت عايزه، بس انا استكفيت بشوربه اللحم اللي استوت معايا. تمام. واول ما تبتدي تغلي هوطي النار واسيبها تستوي كويس. باقي التوم بقى هنا بحته سمنه حلوه ونص معلقه كزبره ناشفه. يبقى احنا حاطين مع السبانخ حزمة كزبرة خضراء على الحزمتين السبانخ، وهنا نص معلقة كزبرة ناشفة على الثوم اول ما خد اللون الذهبي ده. وهنزل بيهم على السبانخ اول ما تستوي. هطش بيها السبانخ كده بالشكل ده وهطفي النار على طول واغطي تقليبة سريعة كده، هغطي عليها واسيبها 5 دقايق وابتدي اغرف منها. وهنا كنت حمرت اللحمة بعد ما استوت شوية الرز بتوعنا. وانا هنا كنت عاملة معاها بابا غنوج. اي مقبلات انتوا عايزينها يلا جربوها وما تنسوش تقولي رأيكم في الكومنتات.